طب انا شخص متوتر ومكتئب ومتضايق على طول، هو ده عادي؟ يعني انا المفروض احب ده؟ طب ما انا مش حابب ده وانا مش حابب نفسي. ليتلي بقينا بنتكلم كتير قوي عن حب الذات، انت جميل زي ما انت ومحتاج تتقبل نفسك زي ما انت، وانت هديه من ربنا وجيت لسبب، فانت اوريدي كامل وعندك كل حاجه انت محتاج. بس بتيجي شويه اسئله صعبه كده تظهر وتقول طب ده معناه ان انا مش محتاجه اتغير، مش محتاجه اتحسن؟ طب ما انا مش حاببني اعمل ايه؟ طب انا اصلا مش عارفه اتعامل مع الناس، يعني هو كده انا حلو؟ طب انا ازاي حلو وانا اصلا مش عارفه اتعامل مع الناس؟ طب يعني انا دلوقتي احبني ولا ما احبنيش، ولا تقبلني ولا ما تقبلنيش، ولا انا اعمل ايه دلوقتي؟ طب ما انا جميل زي ما انا. الفكره كل واحد فينا عنده صوره لنفسه في دماغه نفسه يعيش بيها، طول ما هو مش عايش بيها فهو حاسس ان في حاجه ناقصه ومش هيتقبل نفسه زي ما هي. الفكره في اني افهم ايه الصوره اللي انا حاططها لنفسي في دماغي، وهل الصوره دي واقعيه ومبنيه على قيمي انا ومبنيه على اللي انا فعلا عايزه في حياتي، ولا اتبنت على الضغوطات الخارجيه اللي انا بشوفها، فطبيعي ان انا عشان ابقى مبسوط لازم اعيش الصوره دي. مهم قوي تفهم الصوره اللي ليك في دماغك. والفكره مش اني احبني زي ما انا ولا حاجه، لا، المقصود هنا بانك محتاج تتقبل نفسك زي كده ما امنا بتحبنا وبتتقبلنا بالحلو وبالوحش اللي فينا، تبقى طيبه ومتعاطفه معانا، بتبقى شايفانا حلوين، انت جميل ولذيذ وفيك كل حاجه حلوه واحلى حاجه في حياتي، وكمان لو اشتغلت على كذا وكذا هتبقى احسن واحسن كمان، وهي مؤمنه انك هتقدر تعمل كده. هي دي العلاقه اللي انت محتاج تبنيها مع نفسك.